كم مرة شفت فيلم رومانسي وقلت جوه نفسك كده ياه لو الاقي بنت تحبني زي إيميليا كلارك ما كانت بتحب البطل في مي بيفور يو؟ او انت شفت مشهد احمد زكي وهو بيبص لنجلاء فتحي وقلت انا مش هقبل غير بواحد يبص لي زي كده؟ او حتى المشهد الايقوني اللي خلاني احس ان الحب ده حاجة كرنج تقريبا. لو بتتفرج عليا دلوقتي فانت 100%، خلينا نقول 99% مفهومك اتغير عن الحب ورومانسيه. بدل ما انت عايز حد يقول لك كلمه حلوه، انت عايز تسمع كلام كتير، كلام كتير حلو، انت عايز تتحضن ما تحورش. بدل ما انت عايزه حد يجيب لك ورد، فانت عايزاه يجيب لك العربيه اللي بتحلمي بيها. الناس زمان لما اكتشفوا حاجه اسمها السينما كانوا موهومين بالفكره، فتخيل رد فعلهم بعد كده لما يدخلوا يشوفوا قصه حب على الشاشه الكبيره، قاعدين جوه القاعه وبيتفرجوا على اتنين بس بيحبوا بعض. في شارع بروك في لندن 1770 كان في شاعر شاب عنده 17 سنة اسمه توماس تشاترتون. لقوه منتحر في شقته اللي كانت عبارة عن أوضة واحدة بعد ما خد جرعة زيادة من الزرنيخ بسبب الفقر وقلة التقدير من الناس اللي حواليه. عموما ده مش شخص عشوائي قررت ان انا اجيب سيرته فجأة في الفيديو. توماس كان بيكتب قصايد شعر وأعمال أدبية جامدة في وقتها، بس ما كانش بيكتبها باسمه الحقيقي. اخترع شخصية وهمية كان بيكتب على لسانه القصايد دي اسمه توماس راولي. لما وصل 17 سنة كان بيحب يكتب وعايز يتشهر ويعمل فلوس يقدر يعيش بيها، بس المشكلة انه كان بيعاني كده من حاجة بسيطة، كان فقير شوية لدرجة انه ما كانش معاه فلوس يجيب اكل، ما كانش واخد تقدير ولا دعم من عيلته اللي كانوا بيجبروه ان هو يكون محامي وشايفين ان الفن اللي بيقدمه ده هو ولا حاجة. في واحدة من قصايده كان بيقول: ارقد الآن يا صديقي ودع عناء الحياة، فروحك المبتهجة تحلق نحو عوالم السلام، بينما أنا أقف مهملا وحيدا أرثي قسوة القدر وأوامره التي لا ترحم. كلام مش رومانسي، بس تحس ان هو لسبب ما ممكن يلمسك. توماس بيعرفنا من الاول كده ان مش شرط الرومانسيه تكون الحب والكلام الجميل اللي نسمعه. توماس اثر في شعراء كتير بعده، خصوصا بعد ما انتحر. اتوصف بعدها بانه تجسيد لحياه الخيال، اتوصف بانه الفتى العجيب، كان مكتوب عليه انه ما يحققش الارث والشهره اللي يستحقهم، كان معنى لفكره الشخص الحساس الرومانسي اللي هيعاني بسبب القدر وبيرفضه عالم قاسي مش بيقدر الفن اللي بيقدمه. توماس كان البدايه لسلسله من الاساطير، بايرون لكيتس لفان جوخ، وعشان كده الرومانسيه ممكن تكون معنى للبطل اللي خسران اللي من جواه شخص كويس، بس ده في نظر ناس قليلين قوي هم اللي هيفهموه بس من جوه. جورج جاربنر كتب نظريه عن موضوع الفيديو اللي انا بكلمكم عنه واللي هثبته ليكم كمان شويه. جاربنر اتكلم عن اغلب الناس اللي بيقضوا وقتهم بيتفرجوا على التلفزيون او بيستهلكوا المحتوى في زماننا دلوقتي يعني، وغالبا فهم بيبداوا يشوفوا العالم بالشكل الاقرب للمحتوى اللي هم بيتفرجوا عليه، بينسوا الشكل الحقيقي للواقع. زي ما احنا كنا صغيرين كده بنتاثر بافلام الانيميشن والكرتون. انا من وانا صغير مثلا مقتنع ان انا لما هكبر هبقى برق بنزين، وعشان كده جبت السويت شيرت ده بصراحه ومبسوط فشخ بيه. والعكس بقى، ان انت لو دايما بتحب تشوف الافلام اللي فيها مخاطر وتهديدات فانت بتتوقع ان العالم خطير اكتر من العادي. كلنا متاثرين، بس كل واحد متاثر بدرجه مختلفه عن التاني. في اخر الفيديو هتعرف ليه الافلام الرومانسيه هي سبب تعاستك. A good friend once said to me, I can love you and still let you go. So, Hannah, I love you and I let you go. نرجع شوية مهمين لورا. أول فيلم رومانسي اتعرض في تاريخ السينما 1896 كان فيلم مدته 18 ثانية، مشهد بوسة واحدة بس، مفيش اي حاجه تانية بتحصل، وده برضو نقدر نقول ان هو كان اول ريل في التاريخ مثلا. الفيلم عمل جدل كبير لدرجه ان الكنيسه اتدخلت وطلبت ان يكون في رقابه عشان ما ينفعش الناس تخش تتفرج على الكلام ده. وقتها القانون كان بيجرم ان بوسه او حاجه زي كده تحصل في الشارع في البابليك كده. دي كانت اول مره الحب يتحول من شيء خاص، مشاعر بين اتنين ما بتطلعش بره، لمشهد الناس تقدر تشوفه مره واتنين وتلاته. وده كان سبب ان الناس تكتشف ان الرومانسيه هي ماده دراميه مش هتنتهي. ما ينفعش اكون بتكلم عن الرومانسيه وما احكيلكش على اللي حصل في السينما اول ما قرروا ان هم يحولوا الحب لتمثيل، الحاجه اللي الناس كانوا مبسوطين ومنبهرين بيها لانهم مش بيشوفوهم في العادي غير في بيوتهم. السينما الصامته، مش هتسمع واحد بيقول لواحده بحبك ولا هيعترف لها ولا هيقولوا حاجه لبعض. ازاي هيعملوا رومانسيه؟ كل ما تيجي يا جماعه سيره السينما الصامته انا ما بفهمهاش. التمثيل بيبقى اصعب لما انت ما تتكلمش، ازاي هتوصل مشاعرك للشخص اللي بيتفرج ده؟ بس لو بنتكلم كمتعه وانترتينمنت، فيعني صاحبك المحنك اللي هتساله ايه افضل فيلم في حياتك يقول لك والله فيلم صامت انتاج يوغوسلافي سنه 1800،
لا قول له ماشي يا اسطى حاضر واسكت، ما تكملش كلام. احنا بنتكلم من 1900 تقريبا لحد اواخر العشرينات، الناس قبل اختراع الكلام حرفيا بقى، عصر السينما الصامته، ومش صامته يعني مفيش صوت، لا كان في اغاني ممكن تشتغل، موسيقى عادي، بس الشخصيات نفسها ما بتتكلمش ولا بتفتح بقها. وانا بدور في السينما الصامته، طب مين ساعتها الراجل الوسيم، الراجل اللي هو الالفا اللي كل الناس بقى بتبص له من فوق كده كانه هو يعني اله الوسامه اللي عايش؟ لقيت الراجل ده رودولف فالنتينو، من قوته تقريبا عملوا يوم كامل باسمه، دي اسمها اورا دي. الراجل ده كان عارف ازاي يكون هو الحاجه اللي الناس تبص عليه لفوق ونفسها تبقى شبهه، كل حركه بيعملها محسوبه، بيتحرك ببطء، عارف يخلي الستات يصرخوا لما يشوفوه بيظهر. بس طبعا مش هينفع راجل كده لوحده، لازم نشوف الناحيه التانيه، بنت تقدر ان هي تكون برضو الحاجه اللي البنات بيبصوا لها. هنا ظهرت جريتا جاربو، ما كانتش سهله، كانت اغلب ادوارها هي البنت اللي تحسسك ان هي بتحبك، بس في الحقيقه هي بلاير وبتبص لك بصه كده اللي هو انت مفكر ان انت هتطولني، وبتديك على عينك بعدها. افريج اي بنت عندها تروما دلوقتي. الناس كانوا بيحبوا الاثنين دول وبيقلدوهم في كل حاجه، مسكه الايد، الحركه بتاعتهم، طريقه نظرتهم. من اللحظه دي فالحب في السينما بدا يتحول من وصف المشاعر، حاجه الناس مش بيشوفوها كتير او حتى نفسهم يعيشوها بعد كده، لشيء بيتم اخراجه باكثر طريقه مبهرة. سيبكم من كل اللي فات ده، عشان أول ما عصر السينما الصامتة انتهى وبدأنا نسمع جمل زي I love you، انت كل حاجة بالنسبة لي، مستحيل أسيبك. السينما بقت تقدر تكتب قصص حب زي ما هي عايزة، حتى لو كانت مختلفة عن اللي بيحصل فعلا. التجربة اللي اتعملت دي واحدة من أغرب التجارب اللي شفتها، وحقيقي استغربت قد إيه هي حقيقية فعلا. تجربة اتعملت في 1996، إزاي الأطفال والمراهقين بيفهموا شكل الحب. كريستين باكن وإيفا إيلوس جابوا شباب ووروهم 6 صور رومانسية لكابلز مختلفين، وقالوا لهم تتوقعوا ايه اكتر كابل من الصور دي بيحبوا بعض اكتر. خلينا اجيب لكم صور قريبه للصور اللي اتحطت في التجربه دي، لاني ما لقيتش الصور الاصليه. ايه اكتر اتنين تحس ان هم بيحبوا بعض اكتر؟ اغلب الناس اختاروا صور الكابل الاتنين اللي واقفين على البحر، او الاتنين اللي بيبوسوا بعض في سفينه وبيودعوا بعض. من التجربه دي فالناس اللي اختاروا صوره الكابل اللي على البحر مثلا كانوا هم اصغر في السن، بس الناس اللي اختاروا صوره زي دي، اتنين قاعدين على الكنبه بيتفرجوا على حاجه، الصوره هاديه اكتر. فاغلب الناس اللي اختاروها كانوا اكبر في السن. مفيش صوره صح وصوره غلط، بس كل واحد بيختار الصوره اللي هو شايف ان هي بتعبر عن الرومانسيه من وجهه نظره، او الافكار اللي اثرت عليه زي الافلام والمسلسلات والسوشيال ميديا بشكل عام. فاكرين القصص اللي احنا اتعودنا ان احنا نشوفها واحنا صغيرين، قصص الحب المستحيل؟ اكتر فيلم بيجي في بالي مثلا ممكن نتكلم عنه فيلم زي افواه وارانب، فاتن حمامه ومحمود ياسين، قصه بتوضح الصراع اللي بيحصل بين الطبقات في المجتمع المصري خصوصا في الريف. ومن اسمه افواه يعني كترة الأطفال اللي بيتولدوا محتاجين ياكلوا ولكن مفيش فلوس. الصراع ده بيتحكى لنا في قصة الحب اللي بتحصل بين نعمة، البنت البسيطة اللي شايلة هم أبوها اللي مش بيشتغل، أمها وإخواتها اللي كان عددهم كبير، بتهرب نعمة منهم عشان تقابل محمود بيك اللي كان عامل دوره محمود ياسين، وبتحصل بينهم قصة رومانسية أو قصة حب واقعيا هي مستحيلة شوية. البنت الفقيرة اللي رغم كل حاجة فمحمود بيه بيقرر إن هو يحبها وممكن يعمل لها أي حاجة عشان يساعدها في حياتها. وده أقرب مثال بالنسبه لي عن فكره قصص الحب المستحيله. بالنسبه لنا ده كان لسه حاجه جديده، ولكن بره كانوا عدوا المرحله دي بشويه. فيلم افواه وارانب نزل 1977، بس الفتره اللي العالم بره او هوليوود اكتشفوا قصص الحب المستحيله وبداوا ان هم يعملوا عنها افلام كانت قبل كده بكتير. بدات بعد السينما الصامته على طول، من بعد 1930 مثلا. شارلي شابلن في فيلم سيتي لايتس كانت قصته عن راجل فقير بيقع في حب بنت مش بتشوف، مفكره ان هو غني بس هو بيفضل يساعدها، بيضحي وبيتفشخ بس عمره ما بيقول لها حقيقته. والمفاجاه في اخر الفيلم لما عينيها بترجع وبتشوفه وبتكتشف حقيقته وان راجل معهوش فلوس فعلا وفقير. الناس ساعتها قالت يعني ايه ده يكون الحب؟ هل عادي كده ان ممكن حد يضحي؟ فكانت الصدمه ان الحب ممكن ما يكونش حاجه دايما هتفرح، بالعكس ممكن يكون كله تضحيه. البيك بتاع الرومانسيه في السينما او واحد من اشهر الافلام اللي اتعملت هو فيلم كازابلانكا، مش بتاع أمير كرارة 2019، لا، كازابلانكا اللي من بطولة إنجريد بيرجمان وهيمفري بوجرت، إنتاج وورنر براذرز. قصة الفيلم كانت في وقت الحرب العالمية الثانية في مدينة كازابلانكا في المغرب، المدينة اللي كانت محطة لأي حد هربان من الحرب في أوروبا وقتها. ريك راجل أمريكي بيعيش حياة بعيدة عن أي حاجة فيها مشاعر حقيقية، راجل كينج يعني. حياته بتتغير لما زوجته أو حبيبته القديمة بتظهر مع زوجها اللي كان قائد مقاومة مطلوب من النازيين. وهنا ريك ما بيبقاش عارف هل يرجع لحبيبته
حبيبته القديمة ولا يضحي ويحاول ان هو يساعدها وينقذها هي وزوجها. ليه ده من اهم القصص الرومانسية في تاريخ السينما؟ لانه اول فيلم تقريبا بيعرفنا بفكرة الحب الناضج اللي بيتبنى على التضحية مش على الامتلاك. فيلم قدر يعمل مزيج كده بين السياسة والحرب والرومانسية. الافلام دي كلها كانوا مقتنعين بفكرة واحدة، ان الحب لازم يكون قصة مستحيلة وان البطل يعمل كل حاجة ويعمل حاجات مش متوقعة. ونهاية الافلام دي مش لازم تبقى حلوة، ممكن حد من الطرفين يضحي عشان حاجة اكبر زي اللي حصل في فيلم كازابلانكا، وريك قرر ان هو يضحي بحبيبته في الاخر. وعشان كده دايما نهايات الافلام الرومانسية الحزينة شوية بتعلق معانا في دماغنا، عكس ما الفيلم يخلص بان الاتنين حبايب وميتين في بعض. فرانك كوبرا المخرج ده كان في اغلب افلامه مقتنع ان الحب يبقى بسيط بين ناس عادية خالص، وممكن ساعتها يبقى احلى قصة تشوفها. بيلي وايلدر قدم حب واقعية اقرب شوية للي بيحصل في الحقيقة عادي. ديفيد اللي دايما بنسى اسمه التاني كده عمل واحد من اهم الافلام الرومانسية في التاريخ، فيلم جون وذ ذا ويند. فيلم مدته 4 ساعات بيحكي عن الحب والحرب ودراما كبيرة بتحصل، وكل ده وسط اجواء الرجالة بتروح تحارب والستات قاعدة مستنياهم في البيت ومش عارفين هيرجعوا ولا لا. فيلم طويل اتفرجت عليه، ممكن ما تحسش انه امتع حاجة في الدنيا، بس تقعد تتفرج كده كأنك بتشوف حياة وعالم كامل قدامك، مش مجرد فيلم وخلاص. من بعد الافلام دي الناس بقت قاعدة مستنية قصص رومانسية، مش بس في الافلام، في الحقيقة كل واحد مستني البنت اللي هتيجي هتفكس هيم، انا منهم، والبنت مستنية الراجل اللي هيجي هيخلي حياتها دي بتطير ومليانة الوان. بس في الحقيقة العلاقات ممكن تبقى في اوقات كتير هادية ومملة ومفيش اي حاجة بتحصل، مش لازم تضحية، مش لازم قصة حب، مش لازم تكوني بتعيشي قصة حب شفتيها في الافلام وتحصل لك، مش لازم انت تلاقي البنت اللي هتعالج لك كل حاجة انت مريت بيها قبل كده. وعشان كده السينما زي ما هي بدأت حاجة حلوة وهي فكرة الرومانسية والمشاعر الجميلة، هتتحول بعد كده لأداة مؤذية ممكن تكون أسوأ حاجة هتحصل لك. السينما بعدها هتبدأ ان هي تاخد اتجاهات، هتبدأ ان هي تحكي لك افلام، هتبدأ ان هي تقرر هل انت تستاهل الحب اصلا ولا لا، وانت هل ينفع حد يجي يحبك زي ما انت ولا لازم تتغيري. على اخر الزمن هروح السينما ادفع فلوس عشان حد يجي يقول لي انت بتحبش كده، لا 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 لا، انت ما بتعملش حاجات زي اللي بتحصل في الفيلم دي يا اخي. الفترة من الثلاثينيات لحد 1950 تقريبا كانت افلام تحت الرقابة، في تحكم في كل حاجة بتحصل، محدش يقدر يعمل مشهد طويل مثلا يكون فيه مشهد رومانسي كامل، لا صعب، هيقابل مشاكل كتير، لحد ما طبيعي بيحصل ثورة وانفجار في السينما. من اول الستينيات بتبدأ افلام عن التحرر وعن المرأة والرومانسية بشكل عام. المشكلة ان لما يبقى اي حد مكتوم على نفسه وفجأة يقرر ان هو ينفجر وينفتح، فالموضوع مش هيبقى احسن حاجة خالص. الحب بقى اقرب من الكلام والمواقف للمشاهد الجنسية، العلاقة اللي بتحصل بين اي اتنين بيحبوا بعض او حتى مش بيحبوا بعض وبيتقابلوا وبيعملوا اللي هم عايزينه من غير ما يحصل بينهم قصة كبيرة او حاجة. هوليوود اكتشفت هنا كنز حرفيا. رومانسية ايه بس؟ احنا بقى معانا منتج جديد الناس عمرها ما هتشبع منه، الحب، او اللي السينما كانت بتحاول ان هي تقوله بطريقة غير مباشرة، الشهوة. في دراسة اتعملت، وبما ان انا راجل بقى متخرج من اعلام فانا عايز احط الدراسات دي، خصوصا لما تبقى دراسة بتأكد الكلام اللي احنا بنقوله ده وبتعرفنا حاجات انا ما كنتش متوقعها. لقوا ان اغلب الناس اللي بتستهلك محتوى رومانسي كتير في اغلب وقتهم هم اكتر ناس عندهم توقعات غير منطقية لشريك حياتهم، عندهم حالة من عدم الرضا عن العلاقات الحقيقية. زي صاحبك كده اما تحكي له مثلا عملت معاك ايه فيقول لك دي بنت يا عم النسوان كلها تحت رجلك، او لما تكتشف ان صاحبتها طول الوقت ده كانت عماله تقول لها ده ما بيحبكيش، ده ما بيعملش عشانك حاجه، فيا بنت اهمتي بقى. دراسه تانية اتعملت من جامعه اسمها هيريوت ووت تقريبا، يعني لقيت ان الناس اللي بيتفرجوا على افلام رومانسيه اكتر من الطبيعي فهم غالبا قاعدين مستنيين الشخص المثالي، بيركزوا على فكره ان اي حد عشان يخش علاقه فهو لازم يستنى السول ميت بتاعه، وان هم ما ينفعش يرضوا باي حد اي حاجه اقل من الافريج. ده خلى ناس كتير تاجل فكره الارتباط عشان دايما هم مقتنعين ان في حد اجمد هيجي. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ فيلم زي 500 Days of Summer فيلم عبقري وصف لك التجربه او الدراسه اللي اتعملت دي بالظبط. وانت بتتفرج على الفيلم الشكل اللي توم البطل متوقع انه رايح يزور سمر بعد فتره كبيره ما بيتكلموش، ازاي هتستقبله، ازاي هيتكلموا، هيعملوا ايه. الفيلم بيبين لك الفرق بين كل اللي كان في خياله واللي حصل فعلا. وعشان كده بقى باين قوي في الافلام الرومانسيه من بدايه الالفينات لحد مثلا من فتره قريبه 2010 ان انت بتحس ان دي افلام مش بتبيع لك قصه حب، هي بتبيع لك الحب نفسه. لو بيحبك هيعمل لك كذا، هيجي لك تحت البلكونه.
يعني انا عشان ابقى اثبت لها ان انا بحبها انزل الفجر اروح محافظه تانية اروح لها اقف تحت البلكونه وحد يجي يقول لك بطاقتك في الاخر وانت واقف بتعمل ايه هنا؟ ما هو عنده حق الصراحه، ومش بعيد تكون هي نامت اصلا ولا مش في دماغها. وطبعا السينما او السوشيال ميديا حتى ما توصوش كميه المحتوى اللي مش منطقي عن الحب. والله بقيت ماشي بتكعبل في نصايح من ده ولا من دي وهم اساسا بيبقوا يعني ما فيش حد معبرهم، مالين يحشوا كلام في البنات ويحشوا كلام في الشباب لحد ما في بص ما فيش حد طايق لحد كلمه. ده انا اعرف واحد قال افيه يعني العلاقه كانت هتنتهي، ومع ان في افلام رومانسيه حلوه فعلا زي بيفور سان رايز، فيلم ما فيهوش دراما كتير او تضحيه مش منطقيه ولا حتى شيء يضمن لك ان هم هيكملوا مع بعض، بس فيلم حلو بيحكي قصه حب حقيقيه فعلا. فيلم زي بلو فالنتاين، فيلم بيعكس القصه، ممكن الحب يبدا بشكل وحش فيها بس بيحصل في الاخر العكس، المهم عنده قصه يحكيها. فيلم زي هير اللي بيحكي يمكن اكتر قصه واقعيه دلوقتي، الراجل اللي بيحب نظام تشغيل حاجه زي شات جي بي تي كده بيفهمنا ان الحب مش لازم يكون جسديا. فيلم ماريج ستوري من اكتر القصص المنطقيه والحقيقيه، مش رومانسي بالمعنى المثالي بس بيحكي قصة حب هتبدأ وتخلص ازاي بقى هنشوف. فيلم Eternal Sunshine of Spotless Mind اظن ده من اجمد القصص اللي هتشوفها، اتنين بيحبوا بعض قرروا يعملوا عملية ويمسحوا الذكريات بتاعتهم، فهل الحب هيتمسح معاهم ولا هيبقى في حاجة غلط كده مش مفهومة بينهم. فيلم زي ذا نوت بوك من الكلاسيكس اللي بحب ارجع اتفرج عليها كل فترة، وافلام تانية كتير. لو حابين ان احنا نعمل فيديو نتكلم عن الجنرا دي كلها فقولوا لي في الكومنتس ايه اكتر افلام رومانسية معلقة في دماغكم مش قادرين تنسوها. بعد كل اللي سمعته، شاعر مات عشان محدش حاسس بيه، سينما قدمت الحب كفكرة بعدين حولتها كمنتج يتباع والناس هتشتريه لان هم مش هيشبعوا، افلام بتبيع الحب انه حلم وحاجه خياليه مش هتحصل في الواقع. انا حاسس ان الحب دلوقتي بقى سريع مش مفهوم، لا عارف تتاكد اذا كنت بتحب فعلا ولا ده بس حاجه انت بتعملها عشان حاسس ان انت مضطر بدل ما تبقى لوحدك. ما كل الناس بيعملوا كده، ممكن حد يعجبك وانت تعجبه تفضلوا تتكلموا بالساعات كل يوم وفجاه يديك التجاهل والجوستنج التمام مع ان مفيش اي حاجه اتغيرت. رأيي أنا بصراحة إن الأفلام والمسلسلات والكلام الكتير عن الرومانسية خلى أي حد يحس إن مهما عمل فدايما هيكون في اختيارات أجمد بالنسبة له، وأكيد كل ما يبقى في اختيارات أكتر كل ما هو هيبقى مش عارف يختار، الرضا هيقل ومش هيكتفي بأي حاجة الشخص ده هيقدمها له. فأنا بقول إن إحنا محتاجين نقلل أفلام رومانسية، محتاجين نقلل الفرجة على الناس البضان اللي بيطلعوا يقولوا كلام ملوش أي علاقة بالواقع، عمالين يهروا بيقولوا أي كلام بيخلوا الناس مش طايقة كلمة لبعض. محتاجين نعيش الدنيا أبسط شوية، ما نقفش لبعض على الواحدة، والأهم ان انا محتاج ان انت تقول لي رايك في الفيديو. لو مهتم تشوفني تاني فاليوتيوب مش هيطلعني ليك الا لما تشترك وتدوس على الجرس الصغير اللي جنبه وتسيب كومنت، غير كده فالالجوريثم والزحمه اللي انت شايفها دي انا مش هطلع لك تاني. هو كده مش هيطلع لك الفيديوهات اللي مش بتثير الجدل، وانا مش عايز اثير الجدل، انا عايز احكي قصه واحكي لكم الفيديو بكل هدوء كل سلام. محتاجين ننشر الحب يا شكرا ان انت اتفرجت عليا لحد هنا، قابل في الفيديو الجاي، سلام.